السلام عليكم. النهاردة هحضر معاكم طريقة الصيادية الأصلية من أجمل أكلات السمك اللي بنعملها في الغردقة والبحر الأحمر. السمك بيكون مسلوق زي ما انتوا شايفين كده، خفيف وعامل زي الزبدة وطعمه روعة جدا. وكمان معاها رز الصيادية الخطير ده اللي معمول من نفس شوربة السمك المسلوق، مش معمول بالمية، ودي الطريقة الأصلية لرز الصيادية. وكمان معاها شربتها الخطيرة دي حاجة كده من الآخر. يلا مع بعض نشوف طريقة الصيادية ايه، وكمان نعرف أنواع السمك اللي هنعمل بيها الصيادية. أول حاجة معايا هنا بصل كتير زي ما انتوا شايفين، أكتر من نص كيلو بصل و3 طماطمات كبار. وبالنسبة للبهارات معايا معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة ونص معلقة فلفل ونص معلقة شطة وأقل من ربع معلقة من مطحون الحبهان وورق اللورة. وده الخليط اللي أنا هتبل منه السمك. بالنسبة لنوع السمك اسمه الكشر. الكشر ده من أفضل أنواع السمك اللي يتعمل منه الصيادية. زي ما انتوا شايفين كده أنا ركبت الراس على بعض عشان تشوفوا شكل السمك عامل ازاي. في البحر الأحمر هنا بنقول عليها كشر، في اسكندرية وبلاد بحري بيقولوا عليها وقار، وفي بلاد الخليج اسمها الهامور. هي سمكة واحدة بس في كل بلد ليها اسم مختلف عن التاني. وسمك الكشر كمان في منه أنواع مش نوع واحد، في منه الناجل والشريف والفانوس. كل الأنواع دي بيتعمل منها الصيادية وبتطلع معاكم حلوة جدا. وعلى فكرة كمان أفضل نوع فيهم الفانوس، بيطلع الصيادية طعمها خطير جدا. ودلوقتي بتبل السمك التتبيلة اللي قلت لكم عليها، الملح والكمون والكزبرة والفلفل والشطة. تقدروا تستغنوا عن الشطة لو مش بتحبوها، بس هي بصراحة في الصيادية في الشطة بتبقى طعمها حلو جدا. لو ملاحظين في التتبيلة هنا حطيت لها بهارات بس من غير توم. الأكلة الوحيدة اللي مش بحط لها توم في الأسماك هي الصيادية، لأن الصيادية طبعا أساسها بصل، بنحط لها بصل بكمية كبيرة، فمش بحط لها توم خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا بتبل السمك من بره وجوه. التتبيله دي حلوه جدا، بتمنع اي زفاره في السمك. وطبعا الاساس في التتبيله دي الكمون. بالنسبه لتقطيع السمك يفضل كمان تكون متقطعه كبير شويه، غير التقطيع اللي بنقطعها في المقلي، عشان تستحمل السلق وما تتهريش. في ناس بتعمل الصيادية بأي سمكة، بس بصراحة نوع الكشر الهامور من أفضل أنواع السمك اللي يتعمل منه الصيادية. بيخلي الصيادية كده طعم الشوربة بتاعها مسكر ومظبوط، وكمان الرز بتاعها بيبقى دسم وحلو جدا. أنا كده تبلت السمك خلاص، هيقعد معايا 3-4 ساعات قبل ما أبدأ أعمل الصيادية. ودلوقتي بحضر للبصل اللي هعمل منه الصيادية. طبعا شايفين كمية البصل دي كتيرة، لأن الصيادية أساسها بصل. ودلوقتي عايزة اوضح لكم برضو تقطيعة البصل بتبقى عاملة ازاي، لا هي ناعمة ولا هي كبيرة. وده حجم البصلة بعد ما فرمتها في الكبة، بتبقى بالحجم ده، مش ناعمة خالص ولا كبيرة، عشان تتحمر معايا بسرعة وتكون لونها موحد. ودلوقتي هجيب حلة واحط لها زيت، وهنزل عليها بكمية البصل كله. هحط لها رشة كده ملح وفلفل على البصلة، مش هحط اي بهارات تاني، لان كده كده السمك متبل، فمش محتاج ان انا احط اي بهارات تاني على البصل. بفضل اقلب البصلة كده، هي بصراحة بتاخد وقت في التقليب. وخلوا بالكم النار مش عالية خالص ولا واطية، بتبقى وسط، عشان برضو لو عالية هتتحرق من الجناب. انا عايزة البصلة تكون لونها موحد. انا بقلب البصلة حسيت الزيت قليل فزودت لها معلقتين من الزيت. انا تعمدت اعمل الصيادية في حلة لونها ابيض من جوه، عشان تعرفوا درجة لون البصل هتوصل لايه. انا عايزاها توصل للون البني المحروق. هي دلوقتي وصلت للون البني بس لسه مش المحروق. هفضل اقلب كده فيها كتير. لون البصلة ده هو اللي بيتحكم معايا في لون الصيادية نفسها. يعني انا لو طفيت البصلة في الدرجة دي هتطلع معايا الصيادية لونها فاتح شوية. لو انا سبتها خالص اللي هي بقت سودة خالص تتحرق يعني، هتطلع معايا الصيادية لونها اسود خالص. فانا بحبها توصل للدرجة اللي هي الوسط، اللي بتبقى لونها بني غامق كده ولون حلو، تطلع معايا الرزاية كده لونها حلو.
طبعا انا بفضل اقلب فيها كده بالمعلقه، ما بسيبش المعلقه خالص من ايدي، عشان عايزه طبعا لون البصله يكون موحد، لاني ممكن لو سبتها ممكن البصله تتحرق من تحت ومن فوق تبقى لونها متغير. في المرحله دي خلاص كده البصله اتحمرت معايا كويس، وصلت للدرجه المطلوبه اللي انا عايزاها، البني المحروق. في المرحله دي بهدي النار خالص، وبجيب الطماطم بعد ما عصرتها في الكبه، وبنزل بالطماطم على البصله. خلوا بالكم في المرحله دي بتعمل دخانه كتير. بتقلبوا الطماطم كده مع البصله. في المرحله دي بكون مهديه النار على الاخر، وبغطي الحله، وبسيب الطماطم كده تتسبك مع البصله تقريبا 5 دقايق، مش اكتر من كده. وده شكلها لما حطيت لها الطماطم واتسبكت مع البصله. في المرحله دي هزود ميه. بعد ما حطيت الميه بستناها تغلي، وبعدين بحط لها السمك. بالنسبة لسلق السمك هنا مش زي اللحمة والفراخ بيقعد وقت كتير، هو تقريبا كده بتاخد ربع ساعة تلت ساعة بالكتير، كمان على حسب حجم السمك. وكمان اول ما السمك بنعرف ان هو استوى خلاص، بنطفي عليه النار وبنطلعه من الشوربة، لان ممكن لو قعد في الشوربة وهي سخنة السمك هيتهري ومش هتبقى القطع كده متماسكة. ودلوقتي هبدأ أعمل رز الصيادية الخطير. هجيب حلة وأحط فيها زيت مش كتير، لأني أصلا الشوربة بيكون فيها زيت من البصل، وهنزل عليهم بشوربة الصيادية. بعد ما سلقت السمك طبعا أخدت الشوربة كده وصفتها وحطيتها دلوقتي في الحلة. أول ما بتغلي الشوربة بنزل عليها بالرز، وأقلب كل الخليط كده ده مع بعضه. طبعا بشوف الشوربة لو محتاجة ملح بزود، لو مش محتاجة خلاص. بس انا كانت الشوربة مظبوطة معايا، لان انا كنت حاطة بهارات وملح مظبوطين في السمك، فكانوا ظابطين الشوربة. بهدي النار على الرز واغطيه واسيبه لغاية ما يستوي. ده شكل السمك بعد ما اتسلق زي ما انتوا شايفين، ودي الشوربة بتاعته. انا خدت نصها للرز وده اللي فاضل منها. الشوربة دي بتشرب يا جماعة، طعمها خطير جدا يعني. زي ما انتوا شايفين شكل الشوربة دسم، عشان طبعا نوع السمكة بيفرق كتير في طعم الشوربة. هنيجي كمان نشوف رز الصيادية ده، عايزة اقول لكم من جماله هتاكلوه من غير سمك ولا شوربة ولا سلطة، بجد طعمه خطير جدا. يعني هو ده الرز الصيادية الاصلي، اللي معمول بشوربة السمك مش معمول بالمية. انتظروني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، هقدم لكم الاسماك بطرق مختلفة، والاسماك المسلوقة كمان اتحدى اي شيف عملها قبل كده. وده كان فيديو النهاردة الصيادية الاصلية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.